يا صباح الهنا، يا صباح الحب والسعادة والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشوني كتير من الفيديو اللي فات. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، وزي ما عرفت طبعا من عنوان الفيديو، انا كنت في فرح. طبعا ما ينفعش ان انا اعدي الفرح من غير ما اجيبهولكوا يعني. فطبعا ده فرح يا جماعة. دي كانت زي فيلا، زي قصر. هو مش فيلا خالص يعني، يعتبر زي قصر تقريبا في نواحي برج العرب كده. تمام. برج العرب في اسكندرية طبعا. زي ما انتم شايفين، ده كان البسين اللي كان بره الفيلا او المكان اللي كنا فيه. اللي هناك ده الفيلا نفسها. ايوه، وده المطبخ اللي بيبقى على البسين. ده كده القاع او الديكورات اللي كانت معمولة ومتجهزة للفرح. زي ما انتم شايفين، كان لسه طبعا بالنهار، انا كنت رايحه بدري فقلت اصوره لكم كده بالنور كده. شايفين بقى قفص الطيور الجميل ده؟ يعني سيو 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 سيو. انا بحب الطيور جدا. هو كان فرح عملاق بصراحه وجميل جدا. وكان فيه نيكول سيبا، كان في مغني تاني اسمه، مش عارفه، هو لبناني يعني. هو الفرح اصلا فرح لبنانيين وسوريين، يعني لبنانيين واخدين من سوريين. فاهمين انتوا؟ آه طبعا الفرح كان جميل جدا جدا. كان تحفه. كان نفسي اقول لكم البوفيه، بس للاسف ما عرفتش، كان زحمه قوي. ده كان البوفيه، كان لسه بيتحضر زي ما انتم شايفين كده. دي كانت مكان المشروبات اهو. برج الحمام. يا سيدي معلش طبعا لو صوتي مغلق شويه عشان انا عندي برد. يلا كلكم تنزلوا في الكومنتات دلوقتي حالا تقولوا لي الف سلامه عليكي يا ايه، الف سلامه عليكي. زي ما انتوا شايفين كده البوفيه برضو. انا مصوراه من بعيد يعني، ما صورتوش من قدام قوي. طبعا ما صورتوش برضو لما فتح، كان فيه كم خيرات ربنا بصراحه، كان جميل جدا. هو المكان كان حلو جدا وكان مجهز وفيه لعب للاطفال والله للكبار وللاطفال وكله يعني. هيصنا بقى وزلابيا وجيلاتي و... وفشار وغزل بنات كده. كان بصراحة هو كان حلو جدا. زي ما انتم شايفين هناك، في هناك خالص في بداية الكيدز اريا اهي باينة. طبعا كان كل ده بوفيه. ايوه كان كله بوفيه. ولو بصراحه ومش بوفيه اي كلام، ان هو كان كله لحوم وفراخ ورومي وبط وجمبري وصبيط وكاليماري وجندوفلي لا هو كان رائع بصراحه. هو كان رائع، بسم الله ما شاء الله يعني. اهو الكشك الصغنون ده، شايفينه الكشك الصغنون ده بقى كنا بقى بنجيب منه كل حاجه بقى. ال- الزلابيا والام بتاع ده غزل البنات وكل حاجه يعني. كان مليان بقى لعب. دي اللعب بقى بتاعت الاطفال. النطيطه والشخليله، ما اعرفش طبعا ما اعرفش اساميهم ايه، انا بهزر معاكم. كانت حاجات زي ما انتم شايفين كده. كل واحد يعني بصراحه عليه الامن بتاعه، برضو سيفتي للاولاد طبعا. كان الاولاد برضو بيخشوا ينططوا جوه. وهنا كانت الترابيزه الصغننه دي فيها رسومات والوان والصلصال، صلصال او سلايم زي ما بيقولوا. طبعا زي ما انتم شايفين عربيه كلاسيك واقفه هناك، هي اللي كانت متوليه الحفل ككل يعني. حلويات كحلويات. كان في وجبات للاطفال يعني بعيد عن الكبار. كان في وجبات للاطفال، فراخ وفرايز وحاجات زي كده. بصوا بقى يا جماعه، ده طفطف بيجيب الناس ويوديهم من اول القريه او من اول الفيلا او القصر اللي احنا كنا فيه ده. فطبعا ده كده كان جايب دفعه ناس ورايح يجيب ناس تانية من هناك وجاي. تمام. او في اتنين طفطف، واحد هناك خالص اهو، واحد العربيه بقى اللي بتيجي بتنزل الناس اللي فيها تقف تركن وتجيب الناس وتيجي. دي بقى كانت خلاص بقى العروسه بتيجي يعني جت. وبدأ الفرح بتاعنا. زي ما انتم شايفين بقى الشماريخ بقى وصواريخ وكل حاجه يعني. طبعا لما بشوف الحاجات دي بستخبى كنت فين يا ايه؟ كنت مستخبيه بس كنت بصور برضه. شفتوا لئيمه سوسه طبعا ما عنديش حاجه زي كده من غير ما اصورها لكم. طبعا لازم اصورها لكم. انا بخاف طبعا جدا جدا من الصواريخ دي. فين الصواريخ يا ايه؟ بس بخاف اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا نيكول سابا يا جماعه. نيكول سابا كانت في الفرح. كنت عماله بقى تغني انا طبعي كده.
انا احب كده. بس طبعا لما انتوا عارفين طبعا ممنوع ان انا دي البوديجاردات، على فكره البوديجاردات ده الاسمراني ابو شنب ده البوديجارد بتاع نيكول. في واحد تاني قصاده هناك. كان في بوديجاردات كتير واخرين او شايفينه اهو ابو قميص ابيض ده. كانوا مانعين اي حد يطلع على الستيج الا القريب قوي من العروسه، يعني ما كانش زبهلله، يعني اي حد يطلع بصراحه يعني. بس هو كان الفرح حلو وكان لذيذ وكان منظم. اهو شايفين برضو دي كانت برضو كان نيكول، بس انا كنت طلعت بره، الزحمه كان زحمه جدا، انا بتعب جدا من الزحمه وبتخنق. الناس كلها مفيش حد قاعد على ترابيزته، الناس كلها قاعده مهيصه قدام مع نيكول سابا. مش قادره افتكر اسم المغني اللي كان موجود، كان جورج حافظ، ما عرفتش اصوره. زحمه جدا يعني، هو الفرح مش زحمه بس هو على الفنان نفسه او المغني اللي كان شغال زحمه جدا جدا. بس اتبسطنا يعني بصراحه، يعني احنا تقريبا مروحين ماشيين من القاعه او من الفيلا اللي احنا كنا فيها دي الساعه 3 الفجر. واصلين بيوتنا الساعه 5 الصبح. بس كان يوم جميل جدا يا جماعه، والله فعلا حلو يعني. ليله العمر. هي القاعة دي تقريبا هي تبع الجيش. يعني هي زي فيلا كده بيأجرها الجيش على في برج العرب. بيأجرها للحفلات للقاعات للحاجات اللي زي كده بس. طبعا كله بقى زقطت بقى دي كانت نيكول سابا مشيت، ده كان دي جي بس، وكان اخر فقرة خلاص في الحفلة. كانت نيكول مشيت خلاص. بس استمتعنا يعني بصراحة، استمتعنا يعني. ما فيش بقى يعني كسوف ولا حاجات من دي، يعني كله بيرقص كله بيهيص، المهم ان كله يفرح، دي كانت اهم حاجة يعني. كبار وصغيرين واطفال، كله كان بيفرح. انا بصراحة مش عايزة ارغي فوق دماغكم كتير، بس انا بصراحة عايزاكم تستمتعوا بكل لحظة كانت في الفرح. الفرح كان جميل جدا، انا للاسف انا معرفتش اصوره كله من اوله لاخره. صورت لقطات بس كده، وكانت في كاميرا قدام كده بتجيب الواحد كده وهو واقف. اسفة زي ما قلت لكم انا تعبانة شوية. ربنا يفرح الناس كلها يا رب، ويفرح كل الناس بأولادها، ونعيشوا يعني مبسوطين كده وفي أمن وسلام يا رب. مش عايز اطول عليكم، انا عايزاكم تستمتعوا زي ما قلت لكم بكل لقطة. ايوه غنوا كمية اغاني فظيعة رهيبة. ايوه بقى، ايوه بقى. يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي. كله بيزقطط زي ما انتوا شايفين كده. زقططوا يا جماعة، سقفوا يا جماعة العروسة. هو تقريبا كانت العروسة العروسة سورية يا جماعة، والعريس لبناني. افتكرت. بس الفرح يعني كان ملغم بالمصريين، يعني مش هنسيبهم، يعني ازاي يعني نسيبهم يفرحوا لوحدهم كده؟ لا طبعا لازم